السلام عليكم شباب اليوم بدي اعلمكم شغله شلون تشحن حسابك بمنصه دام. يعني اوكي انت دخلت على الرابط سويت حساب منصه دام وتريد تشترك دي 1 او دي 2 او دي 3، بس انت ما عندك وما تعرف شلون تشحن حسابك. اشرح لك طريقه شلون. اول شيء لازم عندك اما زين كاش او خدمات كي اللي هي مال الرافدين او اف اي بي او اي حساب مصرفي. اني افضل لك تستخدم خدمات كي مالت الرافدين، بطاقه ماستر كارد الرافدين افضل شيء. يعني هو هنا مو غلط البقيه، بس كنصيحه يعني ماستر الرافدين سهله وبسيطه. اوكي. والشغله الثانيه هاي ماستر كارد حساب مصرفي، وتسوي ورا ما تكمل ماستر كارد تسوي منصه تسوي محفظه الكترونيه اللي هي يا اما تكون اوكي اكس او باينانس. تمام. هاي شو تسوي؟ هاي حتى تحول عملتك عليها او تشحن. تمام. هسه ايش راح اسوي اني؟ راح اشوف حسابي بمنصه 128، يعني احتاج $72. اوكي تمام. $72 يعني بالعراقي $72، ودولار واحد ما الشحن اللي هم ياخذوا عموله، فصير $73. $73 بالعراقي تطلع 110,000 تقريبا. ادخل على اوكي اكس، ما عندي رصيد صفر، فلازم اشحن منصه اوكي اكس حتى احول من اوكي اكس احول لحسابي مال دام. تمام. ادخل على مال الرافدين اشوف كيف عندي فلوس. اذا ما عندي فلوس اخذ الماستر كارد مالتي، اروح لاي ابو صيرفه اقول له يا اخي هاي فلوس 110 120 200 مليون 50,000، اشحن لي هاي البطاقه تنطي عموله لابو الصيرفه $1000 بس. هسه عندي 138,000، يعني كافيه وزايد. تمام. وين اروح هسه؟ اروح على اوكي اكس، على هاي كلمه تداول تداول بي تو بي عشان تكون عليها سهم. اجي هنا اختار العمله. اوكي عمله عراقيه، اجي اختار العمله USDT. بعدها اختار طريقه الدفع، اختار الرافدين، هاي ماستر كارد الرافدين. تمام. بعد اختار المبلغ اللي اقدر. ليش هنا تحدد المبلغ؟ مو اكو تجار ما يستقبل يقول لك انا اقل شيء استقبل مليون، اقل شيء ابيع $1,000. فانت شو تسوي؟ اكتب الحد الادنى اللي هو 100,000. اكتب الحد الادنى 100,000 حتى يطلعوا لك 100,000 وفوق. انا صراحه اكتب اني 130 يمكن لو 100,000 ما اتذكر. اي 100,000. اوكي. اختار اول واحد. ليش اول واحد؟ لان اول واحد يكون الافضل، البقيه اسعار شوي تصعد. اول واحد ادوس عليه الشراء. هنا مكتوب المبلغ والكميه. المبلغ انه انت قد راح تدفع عراقي، الكميه انت قد محتاج. انا محتاج $73. اروح على كلمه الكميه، اكتب $73. شوف هنا جواها $73 مكتوب ستقوم بدفع 110 و514 سنت. لا العفو، 110,514 دينار و700 سنت. هاي سنت ختولي سنت. اروح ادوس على اشتري USDT بدون رسوم. طبعا الاوكي اكس بدون رسوم، الباينانس ياخذ عليه رسوم بس هم بسيطه. ادوس على شراء. اوكي. هنا البائع دز لي رساله، اروح ادوس عليه حسن لنهايه جالها رساله. هنا انا ايش راح اسوي؟ راح اخرج من عمليه الشراء. راح اخرج. هو بالعاده تدوس على كلمه دردشه، بس اكو تليفونات تعلق انا ما ضغط على الدردشه حتى ابين للعالم. اكو تليفون تعلق وتخربط، فمرات ما يشتغل هاي الدردشه. فالافضل شو تسوي؟ تخرج ترجع خطوه للوراء. اوكي. تروح على كلمه الدردشه، تلقى اول واحد من فوق عليه اشعار مال التاجر، تدخل عليه تلقى هنا داز لك العفو. خل ارجع. العفو هنا. اي شوف هنا داز لك السلام عليكم هذا حسابي واسمي. داز لك الرقم الحساب واسمه. الاسم شو تسوي بيه؟ من تكتب الرقم تتاكد انه صاحب البطاقه نفسه هو داز لك اياه الاسم. يجوز هو داز لك مثلا حسين، وصاحب هو داز لك الاسم حسين
ومن تكتب الرقم يطلع لك الاسم علي مثلا. هنا انت تعرف انه انت عندك خطأ بالرقم، لازم تصححه، لازم تتأكد هذا الاسم مالته هذا الرقم. انا راح اسوي راح احوله لفلوس. اروح على حساب كي مصرفي، اروح على كلمة التحويل، بعدها هنا ادخل رقم البطاقة اللي دز لي هو رقم الحساب، ادوس تحويل، طلع لي نفس الاسم نفس الاسم. ادخل المبلغ اللي متفق عليه اللي هو 110.14.7. هنا البوينت ماكو، هنا هو 14.7. البوينت هنا ما يصير. فايش راح اسوي اني؟ ارجع اشيك للحساب اشوفه هو 14 او 15 تاكد من عنده 14.7. زين هذا شلون؟ للعلم انا هذا التصوير انا صورته قبل فتره، ولان طويل الفيديو طويل صار وشرح، فقمت اقطع منه اشياء، اقطع من الدردشه، اقطع اشياء مو مهمه. هسه 14 ايش راح اسوي اني؟ هو مو 14، لا تدز 14 بس، لان راح يحاججك يقول لك انت شنو داز لي اقل. اكو بيهم تجار يعني نفوسهم ضعيفه، يقول لك انت داز لي بعد سنت او بعد سنتين او بعد دينار واحد داز لي اياه، فيحاول يلعب عليك. فانت شنو دز زياده ايش قد؟ دينار واحد. هسه مو 14 دينار، سوي 15 دينار ما تخسر، بسيط كلش بسيط. سوي 15 دينار تمام. دوس عليه استمرار، دوس على هاي كلمه ارسال. هنا راح يدز لك رساله يا اما على الواتساب يا اما على الفايبر يا اما على SMS. انا افضل لك تستخدم الواتساب، الواتساب لان سريع واعمل همين وما يتاخر مثل SMS. راح تجينا الرساله، هاي الرساله جتي من كي كارد، اكتب الرمز تمام. هسه المبلغ وصل له، هسه المبلغ وصل. اوكي ناخذ سكرين، وهاي السكرين اروح ادزه للتاجر. اروح اضغط على هاي العفو كان تصوير سريع، اروح اضغط عليه ارجع خطوه لورا. هاي هنا اخذ سكرين. اوكي هاي كلمة الدفع الان، ادخل على الدفع الان، اروح على لقد قمت بالدفع. راح يقول لي هنا ارفق صورة او شنو الدليل مالتك انت قمت بالدفع، من حقه. راح ادوس على الاضافة، اضيف الصورة من الاستوديو وادوس وراء ارسال. هنا اقول له قم بتذكير البائع انه انا حولت له فلوس، يعني اضغط على قم بتذكير البائع، هيطلع لك هاي تم ارسال تذكير الى البائع. اوكي ارسال صورة، ارجع على المحادثة، تم استلام مبلغ الدفع واكتمل الطلب. يعني نقول لك اكتمل الطلب يعني التاجر حول لي العملات الرقمية، حول لي الدولارات. اروح اتاكد، اسوي حول لي. اوكي جاني اشعار على الجيميل، اروح اتاكد من الحساب مالتي هاي موجود 73 دولار مضبوط، يعني التاجر حول لي، يعني هسه مو غلط. هسه شنو الخطوه؟ هسه اني حولت العراقي مالتي الى دولار الكتروني. هسه لازم اشحن المنصه مالتي دولار. شلون راح اشحن؟ هسه من راح تبلش. اروح على هاي مجموعه نقاط اللي باليمين، هاي اروح عليها، اروح على كلمه سحب، اروح على اختار USDT، اروح على كلمة على الشبكة. انا ماشي لك على كلهم. هذا الاول واحد عنوان USDT اللي هو عنوان المحفظة مالت الحساب. فاروح للحساب هسه، من يجيب العنوان ما عندي، فاروح للحساب اخذه. كل حساب له محفظة خاصة به. اروح على كلمة اعادة الشحن، اعادة الشحن العفو، تأكيد. راح يطلع لي هذا، اكتب انا كم دولار اريد، وانا احتاج 72، بس هم ياخذون منك عموله العفو ياخذون منك عموله دولار واحد. فانت ايش تسوي؟ تكتب 73 دولار. اكتب 73 اوكي 72 راح امسحها، اكتب 73 اوكي 73. ادوس ارسال اعاده الشحن، راح يطلع لي هذا الرابط. اوكي هذا الرابط راح يطلع لي. اروح ادخل على كلمة كوبي اللي هاي تم نسخ بنجاح. اوكي اروح هنا اسقل الرابط مالتي،
هذا العنوان مالت الشحن. اجي هنا اكتب الشبكه، اختار الشبكه TRC20، ما اختار فوقها ERC ولا اختار غيرها، اختار بس هاي TRC20. ما عليك بالكلمات الجوا، بس اهم شيء TRC20. اختارها هاي الشبكه. الحد الادنى هو 3. انت قد تحتاج؟ راح احتاج 73، راح اكتب 73 هنا. 73 اوكي. شوف هنا ايش طلع لك. 73 هاي بصف الاصبع، مكتوب المبلغ المستلم 72، رسوم الشبكه واحد دولار. فانت تحتاج 72. انت لو كاتب 72 راح يوصل لك 71، فانت اكتب 3 حتى هم ياخذون واحد يوصل لك بس 72. ادوس عليه ارسال. النوبه اختار تمويل مو تداول، تمويل، واكتب عليه تاكيد. اختار تاكيد. النوبه ارسال. راح يطلع لي هاي مخاطر وشيء فالتنبيه. اضغط انا ادرك جميع المخاطر واعيد استمرار بعمليه السحب. افضل استمرار. النوبه تاكيد. اذا تحب تقراها ماكو مشكله. هنا ايش راح يطلع لك؟ اني شاحن قبيل وبايع ومشتري، فالجهاز او الحساب حافظ بياناتي. انت ما راح تسوي هالخطوه الاول مره، راح يطلب منك تاكيد البريد الالكتروني وتاكيد رقم الهاتف. تجيك رساله على رقم الهاتف، هي رقم 6 ارقام او 8 ما اتذكر، تكتبهن يتم التاكيد. تجيك رساله على الجيميل اللي انت مخليه هنا بالمنصه مال اوكي اكس، فايضا هم تجيك رساله هم 8 ارقام او 5 ارقام ما اتذكر ارقام ايش قد، هم تدخلهن يتم التاكيد. وراها راح يطلب منك الحساب، راح يطلب منك هل تحب تحتفظ بالبيانات؟ لو كل عمليه شراء لازم تسوي هاي الفقره، تقول له حفظ، بعد هو يحفظهم. انا مخليها على بصمه الجي. اوكي تم التاكيد. هسه يقول لي خلاص هسه انا شحنت العنوان مالت الحساب المنصه. اروح هسه للمنصه اسحبهن، يعني عنوان مالت المنصه هسه صارت بيه فلوس، نظام بيه فلوس، اروح للمنصه اسحبهن اخليني بالحساب. تمام. هسه هنا عندي ايش قد صفر لي شنو، حولت الفلوس اللي بالمنصه الى الحساب العمل بمنصه اوكي اكس. هسه اروح هنا اضغط ارسال اعاده الشحن، اضغط عليها كتاب الازرق. تمام. طلعت لي هاي سجل الشحن 73. هسه الدفع معلق، ننتظر ثواني او دقائق ويوصل لك شحن. اوكي هسه باعوا حسابي 128. اسوي تحديث للحساب صارت 200. هسه انا راح اشترك بالدي 2. هيك عملت الشحن. اذا انت كنت مشترك دي 1 او دي 2 او تحب تشترك دي 1، هاي طريقه مو غيرها. وسلامتكم.